رسالة للمستعجلين. حضرتك مفيش حد بيجري ورانا. نتائج صغيرة بسيطة منتظمة أفضل من نتائج كبيرة متقطعة وعلى فترات. يعني خسي بالراحة، مش حد بيجري ورانا. احنا مش داخلين ميس ايجيبت الاسبوع الجاي. احنا ما مرناش الديوان. حد بعت لي على الانبوكس بيقول لي انا عايزه اخس 20 كيلو، لو جيت لك العياده اخسهم في قد ايه؟ لا، ما انا مش بنجم. اولا انا ما اعرفش حضرتك، ما عملناش انبادي وشفنا الحرق عندنا اخباره ايه. ما اعرفش عند حضرتك مشاكل صحيه ولا لا، عندنا نسبه الدهون قد ايه، ست ولا انسه، بناخد اي ادويه قبل كده ولا لا، عملنا اي انواع دايت قبل كده، عندنا ريزيستنس لانواع دايت معينه ولا لا. كل الحاجات دي بتاثر. ما تستعجلوش، مفيش حد بيجري ورانا. طالما منتظمه هتوصلي، طالما مستمره هتوصلي. بس مش مهم اوصل في قد ايه، المهم اوصل نتائج صغيره منتظمه. يعني كل اسبوع خسي بالجرامات، كل اسبوع خسي بنص كيلو، احسن ما تخسي 3 4 كيلو اول اسبوع، بعد كده تحطي ايدينا على خدنا ونشوف هنخس امتى. ما تستعجلوش يا جماعه، مفيش حد بيجري ورانا. احنا دايما بقول رحله الدايت بنهاف فن، بنتبسط، جايه ابسط نفسي. انا مش داخله اولمبيات الاسبوع الجاي، ولا انا عندي مناسبه. والناس اللي بتعمل دايت عشان مناسبات، وعندي فرح وعندي مناسبه، وبعد كده ترجع تبوظ بعد ما المناسبه تخلص، دي اكتر حد بيضر نفسه، لانه في وزنه هيرده وبالازيد. النتائج السريعه بترد ازيد بكتير. انتظموا على الدايت، حتى لو نتائج بسيطة، لو مستمرة هتوصلي.